حياتك صح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا كل ضمونا من جديد. يا رب النهارده تكون كل حاجه تمام ويوم لطيف وسعيد عليكم يا رب. ميعادنا دايما الثابت كل يوم 3 من الساعه 3 للساعه 5 على الهواء معاكم جيهان عبد الله، وبنتكلم في موضوعات تخص صحتنا وحياتنا والطريق الى حياه افضل على المستوى البدني والمستوى النفسي وفي جميع المجالات والاجتماعي كمان. النهارده موضوعنا في القسم الاول من الحلقه اجتماعي حبتين شويتين 3 اجتماعي على نفسي كده مزيج لطيف. هو موضوع الثقة بالنفس. المصطلحات حوالينا كتير بنسمع مصطلح مثلا ثقة بالنفس واحنا بنقول وانا عندي ثقة بالنفس، انا ما عنديش، انا يعني ايا ما كان بنستخدمه ازاي. لكن هل احنا بنبقى متأكدين ان احنا فاهمين معنى الكلمة؟ متأكدين يعني فاهمينها بس عارفين تفاصيلها معناها ايه بالتحديد؟ هل الثقة في النفس دي طبعا احنا مش مختلف عليه او احنا كلنا عارفين الثقة بالنفس دي حاجة مهمة. طيب لو شخص ما عندوش ثقة في النفس هيعرف ازاي وهيعمل ايه؟ هل الثقة في النفس دي حاجة كده انا اتولدت بيها ولا حاجة اكتسبتها؟ ايه فايدتها وايه ضرر عدم وجودها؟ دي التفاصيل هنسمعها مع بعض النهاردة كتير. كمان في انترفيوهات الشغل هي بتبدأ من بداية والشخص طالب في المدرسة حتى، يعني مهم ان يبقى عنده ثقة في نفسه في الفصل في وسط زمايله وكده. كمان بقى في الانترفيوهات الشغل كتير من الناس اللي بيعملوا انترفيو لموظف عندهم جديد، ناس في الموارد البشرية او في اي مجال، بيبقوا بيدوروا على النقطة دي. فهنعرف من ضيفنا النهارده الاستاذ دكتور احمد علام، استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه. برحب بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا وحضرتك يا استاذ جيهان، واهلا بكل الساده يعني مستمعي برنامجك الجميل اللي انا واحد منهم برضه. ربنا يخليك. شكرا والله، حضرتك مشرفنا ومنورنا النهارده. شكرا جزيلا. خلينا في تعريف مثلا توضيحي لمصطلح الثقه بالنفس. يعني هو التعريف بيبقى اصعب من كلمه الثقه بالنفس. التعريف هو الاتزان، هو عمليه اتزان في تصرفاتنا وما يكونش في عندنا فيها خوف او قلق او توتر. يعني بعمل التصرف وانا مش قلقان وانا مش خايف وانا مش متوتر، فدي هو يعني نقدر نقول عليها اجمالي كلمه الثقه بالنفس. ولكن الثقه هي شيء زي ما حضرتك قلت، هو شيء مكتسب، مش شيء بتولد بيه. يعني مش واحد بيتولد بس بنلاقي اطفال كده من هم لسه صغيرين كده حتى بيتعلموا يمشوا بتاع، داخلين في الدنيا وبيعملوا كل حاجه، عندهم شجاعه، عندهم اقدام واقبال وحاجات كده، تحس ان عندهم ثقه في النفس قويه من هم بيبيهات. يعني الاطفال اكتر ثقه بالنفس من الكبار، لان كل ما بيعرف اكتر المخاطر كل ما بيبعد. يعني مثلا ولد هيقرب من حيوان معين والحيوان ده ممكن يعضه، هو ممكن يقرب من الاسد مثلا يروح يحط ايده على وشه، فما يعرفش ان ده ممكن ان هو يعض. لما بيعرف بعد كده او يزقر في وشه او يعمل او يكبر شويه ويعرف ان ده ممكن خطر، بيبعد عنه ويروح يحط ايده في مثلا في الكهرباء في حاجه ما يعرفش انها بالكهرب. لما بيعرف بيبعد عنها. فكلما كبر الانسان او نضج بتبتدي الثقه في النفس بتاعته تقل. مش هنقول ثقه، هو بيبقى اقدام او نقدر نقول حته تهور، لان هو بيعمل حاجات برضو تعتبر من قبيل التهور، مش حاجات حقيقة. انما يبدا بقى يركز على الامور اللي ما فيهاش تهور، اللي فيها ايجابيه، اللي توصله لاشياء معينه. واحد بيعملها وبيبقى واثق من نفسه وهو بيعمل، وحد تاني برضو بيتردد في مثل هذه الامور. ده معلومه لطيفه جدا ان احنا الاطفال اكثر ثقه بالنفس من الكبار. طبعا كل ما كنت لسه حضرتك بتقول تعريف الثقه بالنفس التوازن، الشخص المتوازن اللي ما عندوش قلق وخوف ولا توتر. هم ما عندهمش الحاجات دي. مين في الدنيا دي ما عندوش قلق ولا خوف ولا توتر؟ ما هو حيال امر معين، حيال بعض الامور. يعني انا يعني اتجاه بعض الامور. انا ممكن في مش يعني في حياتي كلها مش واثق في حاجات، لا في امر معين انا مش واثق فيه. بتجيلي الثقه دي منين؟ من حاجه مهمه جدا اسمها التربيه، والحاجه الثانيه اسمها الخبره. خبرتي في الشيء معين. يعني مثلا حضرتك بتيجي تقعدي تعملي البرنامج بتاعك وتتكلمي وتبقى قاعده بمنتهى الاريحيه وما عندكيش اي مشكله. طب خلي اول لقاء ليكي من غير تدريب، او حد يجي كده فجاه اتعلم من بره، ما اديتلوش تدريب ولا اديت له خبرات. ما الخبرات دي بتكتسب بالتدريبات برضه. فقعدته اول ما يدخل بتلاقيه ايه؟ خايف، متردد، متوتر، مش عارف، متلجلج في الكلام. ليه؟ لانه ما خدش الخبره. طب خليه يقعد يعمل الحكايه دي مثلا 15 20 مره، يقعد على الكرسي ويقدم حلقه بتاع، مع الوقت هتلاقيه خلاص اكتسب هذه الخبرات، مع برضو الموهبه بقى والمهاره والكلام ده كله. طيب مش يعني انا اكتسبت الخبره في المجال ده، فبقى عندي ثقه في نفسي في المجال ده.
في المجال ده. يعني لكن ممكن عندي مخاوف وقلق في مجالات تانية اخرى. عندك حاجه في مجالات حضرتك تيجي تمارسي الطب، فانا اوصف نفسي كده ان انا شخصيه واثقه في نفسي ولا لا؟ لا توصفي نفسك انك شخصيه واثقه في نفسك، لان في اتجاه الامور اللي انت تعرفيها او بتمارسيها اغلبها عامل ازاي. انما في حته معينه اكيد مش هبقى عندي الثقه فيها، مثلا هاجي اسوق طياره ما اعرفش اسوق، هتحطني اسوق عربيه مثلا ما بلاش اسوق طياره، بس بخاف من الطياره. ممكن اكون اخاف من الطياره، يبقى عندي مخاوف او عندي فوبيا معينه تجاه امر معين. عشان كده بقول هو تجاه الامور. شخص واثق لما بنيجي دايما نقولها يا استاذ جيهان بنكلمها على الامر اللي انا شايفه. انا اقول يا استاذ جيهان واثقه في نفسها، جبتها من ايه؟ من في الراديو، انا ما شفتهاش بقى وهي بتركب الطياره بتركب العربيه، ما اعرفش بقى لما اشوف ساعتها هقول واثقه. لا، انما احنا دايما بنقول كلمه ده شخص واثق من نفسه عشان شفناه في امر معين او في امرين ثلاثه، مش في كل امور حياته بالتاكيد. وهو ايه سبب انه حضرتك قلت احنا واحنا اطفال او احنا صغيرين بنبقى مولودين بالثقه في النفس موجوده، صح؟ بتبقى اكتر عشان ما عندناش معارف. بتنعدم بقى وبتخف لما ايه بيحصل؟ لما بعرف مخاوف الاشياء، لما بعرف الاشياء المعينه دي ببدا ان انا بقى تبدا تروح في محلها. يعني في حاجات زي ما احنا قلنا متهوره، ان انا اروح اقف قدام مثلا حيوان مفترس ممكن يعضني، انما بعد كده اعملها في الامور اللي ما فيهاش مشكله. فالحذر يعني الحذر اللي احنا بنبنيه مع الوقت وتجنب الاشياء الخطره اللي بنبنيه مع الوقت ده بيفقدنا ثقتنا في نفسنا تجاه هذه الاشياء. برضو انا عايز يا جماعه ما نعممش، او مش عايز حضرتك نعمم الثقه دي في كل شيء، لان احنا في امور نقدر نكون واثقين فيها في نفسنا وامور تانية لا. يعني مثلا لو هنتكلم على الخطوبه والجواز، واحد اول مره يتجوز اول مره يخطب مثلا، تمام، تلاقي حد مقبل جدا وما عندوش اي مشاكل، وحد خايف جدا والاثنين ما جوزوش قبل كده. المقبل جدا ده بقى هتلاقيه مثلا مر بتجارب معينه، التربيه بتاعته اثقلته، والده والدته ادوا له كلمات معينه، او مثلا اخواته محفزه في هذا الامر، او حسسوه ان هي حاجه جميله، يعرف البنت دي بيحبها، تجاوب معاها قبل كده، يعرف اهلها، في امور معينه اديته هذه الثقه. والشخص الاخر ما عندوش هذا الامر، اول مره يدخل، اول مره محدش كلمه، محدش قال له مثلا الجواز ده كويس وحش، اعمل كذا وانت داخل، محدش حتى نقول دربه على هذا الامر. فبالتالي هنا بيبقى في شخص مقدام بيقدر يخدم على هذا الامر، وشخص اخر لا. وفي مشكله الثقه بقى يا استاذ جيهان، مشكله وحشه جدا. ايه هي او سيئه جدا؟ ان انا لو داخل مش واثق في شيء فعملت حاجه سلبيه او حاجه خطأ في الشيء ده، فالثقه بتاعتي اللي هي انا اصلا كده مش واثق بتبقى مش موجوده اكتر. يعني عشان بتنحدر. عشان اعرف اجيبها تاني محتاج بقى وقت طويل قوي اكتر من اللي انا كنت عامله في اول ما انا ابتديت في هذا الامر. طب وهي الثقه في النفس ليها علاقه بالثقه في الاخرين؟ انا خلينا نجاوب السؤال ده بعد الفاصل. بس يعني ممكن ابقى واثقه في نفسي بس ما بثقش في الاخرين، او ممكن ابقى واثقه في الاخرين بس مش عارفه يعني بصراحه يعني. فهل ليها علاقه ولا ملهاش علاقه؟ وسؤالنا ليكم بقى يا جماعه، يعني كل الناس الحلوين اللي بيسمعونا دلوقتي، انتوا واثقين في نفسكم ولا لا؟ حاسين ايه؟ ابعتوا لنا احاسيسكم كده وعرفوا نفسكم، انا واثق ولا انا مش واثق من نفسي، على 015 5955 1006. انتوا لسه مع حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الدكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسريه والاجتماعيه موجود معانا النهارده، وبندردش في موضوع مهم جدا جدا جدا. عندكم ثقه في النفس ولا لا؟ اللي عنده ثقه في النفس يبعت لنا، واللي ما عندوش يبعت لنا برضه يقول لنا عندك ثقه. هتقول لي انا عندي ثقه في النفس، عندي وليه؟ واللي ما عندوش يقول لي انا ما عنديش وليه. بس هل السؤال، يعني احنا عندنا سؤالين دلوقتي. عندنا سؤال طرحناه قبل الفاصل، هو عشان يبقى عندي ثقه في نفسي لازم يبقى عندي ثقه في الاخرين برضه؟ هم مرتبطين ببعض ولا ملهاش علاقه؟ ده اول سؤال هنجاوب عليه. والسؤال الثاني، هل انا ببقى اقدر اعرف اصنف نفسي انا عندي ثقه في نفسي ولا لا؟ هنجاوب على انهي واحد الاول؟ هجاوب على الاولاني. هو انا ملهاش علاقه حته ان انا ممكن اكون واثق في نفسي، واثق في نفسي في قدراتي ان انا هعمل اشياء معينه، بس مش واثق في الاخرين، لان انا اتعاملت مع اخرين مثلا ولقيت في امور معينه خلتني ما بقاش واثق فيهم، فدي ملهاش علاقه بدي. انا ممكن ابقى واثق في نفسي وابقى مش واثق في الاخرين. ممكن ابقى مش واثق في نفسي وواثق ان الاخر ده هو اللي هيطلعني من المأزق، هو اللي بيقف جنبي، هو اللي بيسندي، واثق في بابايا، واثق في اخويا، واثق في صاحبي. فممكن ابقى واخد الثقه دي، بس انا ضعيف في حته
الثقه، هم انا عارف ان هم اللي بيسندوني وبيبقوا واثقين فيا، فبالتالي هي ملهاش علاقه. ممكن اللي واثق في نفسه ما يبقاش واثق في الاخرين، وممكن اللي مش واثق في نفسه يبقى واثق في الاخرين. ملهاش علاقه خالص. مش هي ملهاش يعني فوبيا ولا حاجه؟ لا، هي أنا بس الكلمه. هي بس الكلمه، كلمه الثقه. كلمه الثقه هي اللي كلمه مشتركه، لكن ملهاش علاقه. انا ما اثقش ان انا اسوق، بس واثق في اخويا انه بيعرف يسوق كويس، فاركب معاه العربيه يوديني المكان، انما انا اخاف اسوق مثلا. والعكس، انا لازم انا اسوق انا عربيتي، وما اثقش ان انا اقعد جنب حد سايق. فدي ملهاش علاقه، يعني احنا كده وضحناها اهو يعني كده بطريقه. السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني كان انا اعرف اصنف نفسي انا ازاي، انا عندي ثقه في نفسي ولا لا؟ من التكرار، من التجربه. انا دخلت في تجربه معينه، لقيت نفسي ان انا مش قادر يعني اجاريها، فانا هنا بثق في نفسي. واحد زي ما قلنا، حد داخل في انترفيو لقى نفسه ان هو اتلجلج ومش عارف ايه، فهو يقدر يقول انا ما كانش عندي ثقه في نفسي في الانترفيو ده. فبالتالي تجربه الشيء المعين او تكراره مثلا مره او اتنين، هنا بقدر اصنف نفسي ان انا في هذا الامر ما عنديش ثقه. في حد يقول لك انا ما عنديش ثقه في نفسي خالص، يعني ده في كل المجالات بقى. ما يقول انا ما عنديش ثقه في نفسي خالص، ولما يعني ما هو سؤالي هو خلينا اساله بطريقه ثانيه، هل الانسان يعرف يقرا نفسه ولا لازم اخد الراي من الخارج الصندوق، من اللي برايا، من اللي حواليا؟ يعني انا ممكن اقول انا طول عمري انا ماشيه وحاسه وبتعامل اني عندي ثقه في نفسي، والاقي لا، كل الناس اللي حواليا بيقولوا لا انت ما عندكيش ثقه في نفسك خالص مثلا. لا، كل الناس مع اختلاف بقى الاراء، دكتور واخ وصديق واب وزوج وكل حاجه، ومديري في الشغل. وممكن ابقى العكس، انا حاسه ان انا معدومه الثقه تماما وكده، والناس شايفاني ده انا جباره خطيره. الحاجتين ليهم برهان. انت عملتي ايه حضرتك خلاكي ان انت واثقه في نفسك؟ ده انا عملت كذا وكذا موهومه، ده وضع تاني. انا فاهمه غلط عن نفسي. ما هو هل الانسان يعرف يقرا نفسه ولا محتاج حد يقراه من الخارج؟ ده السؤال. لا، يعرف يقرا نفسه لو هو عايز، ومن هو ما بقاش موهوم زي ما حضرتك قلتي. ليه؟ انا عندي دليلي، انا جربت كذا وكذا وكذا وكنت واثق فيهم. لا، ده انت عمرك ما عملت كذا عشان انت في 1 2 3 ما كنتش واثق. فهنا الاراء اقدر اخدها من التجربه الفعليه اللي انا عملتها، مش ان انا اتكلم كلام مرسل وخلاص. ما هو انا دلوقتي بقول لحضرتك انا بفهم ياباني، طب حضرتك اجيب لك كتاب ياباني ما اعرفش اقرا ولا كلمه، فهي الحته دي موهوم بشيء معين، لا هو دي مش حقيقيه. فبالتالي اعرف اقرا نفسي من خلال التجربه. طب يا عم جرب، ورينا عملت ايه في التجربه الفلانيه. في حاجات ناس ما فيهاش تجربه، يعني مثلا في البنات والستات اللي واقفه قدام المرايه، ده انا اموره، ده انا زي القمر، ده انا ما حصلتش. بس ايه الحلاوه دي؟ وشايفه نفسها ان هي ملكه جمال العالم. تمام. بس ده ممكن مش حقيقي خالص. ده اسمه ايه؟ لا، ما هو ده هنا حاجات نسبيه. انا عايز برضو نفرق ما بين الامور الحقيقيه الطبيعيه اللي هي تجربه شغل، تجربه سواقه، تجربه عمل معين عملته، وتجربه حد بيشوف نفسه حاجه نسبيه. الجمال ده نسبي. انا ممكن اشوف مراتي اجمل واحده في الدنيا، واحد تاني يقول لك ده مش حلوه. يعني اذا هي عمليه برضو نسبيه. فهي ثقتها في نفسها، خلي بال حضرتك، دي مهمه جدا. ثقتها في نفسها في ان هي جميله بتضفي عليها على فكره جمال. يعني حتى بتخلي ان هي قدام الناس ممكن يشعروا ان هي فعلا بهذا القدر من ثقتها في نفسها، من كلامها عن نفسها. ساعات بيوهم الاشخاص اللي حواليه، ولكن حته الجمال ده شيء نسبي. حته بعض الافكار معينه او الالوان، او مش عارف، انا بحب اللون الازرق جدا، واحد تاني يقول انا بحب اللون الاسود، واحد يقول حابه. ففي امور نسبيه وفي امور عمليه. العمليه هي لازم يكون فيها دليل وبرهان. اما الامور النسبيه زي الجمال، زي الالوان، زي افكار معينه، دي كلها حاجات بنقدر نقول عليها ان هي من قبيل النسبي. حضرتك اكيد قعدت مع ناس قبل كده بيقولوا كلمة أنا كذا مرة في الجملة. هو الحياة عبارة عن أنا، اللي هو ده أنا أشطر واحدة، ده أنا قمر أحلى واحدة، ده أنا ما تطلعش العيبة مني، ده أنا مساعدة جدا، متواضعة جدا، بساعد الناس. يعني تفضل بقى أنا دي لا تنتهي. دي اسمها ثقة في النفس؟ لا، اسمها غرور، اسمها الأنا عالي، أقول لك الإيجو بتاعه عالي أو الأنا بتاعه عالي. اسمها أحيانا نرجسية، ملهاش. الثقة في النفس مش إن أنا أبقى حاسس، مش مرتبطة سنة بالحتة دي، بحتة إن أنا أبقى حاسة إن أنا ما حصلتش. لا، أنا ممكن من غير ما أقول أنا حضرتك أنا واثق في نفسي، ده شيء ذاتي جوايا، بلاش مش لازم ما إن أنا أقعد أقوله. ما قلتش بس بتصرف، أو أنا قاعدة شايفة نفسي إن أنا أعلى من كل اللي حواليا، أو أهم من كل اللي لا، الواثق في نفسه مش شرط إن هو يشوف نفسه أفضل. ما هو ما بيقارنش نفسه بالآخرين، هو بيقارن نفسه بنفسه. أنا واثق في نفسي في إن أنا أقدر أدي هذا العمل، بس مش أنا دايما أفضل من كل دول وأحسن واحد بأدي هذا العمل. أحسن واحد بأدي هذا العمل لو أنا حاسسها لوحدي بدون ما أكون في كلام إن أنا فعلا أحسن واحد. هنا بيبقى الإيجو عنده عالي، أو النرجسية عنده، أو الأنا عنده، أو الغرور عنده عالي. واحد شايف نفسه أفضل لاعب كرة قدم، ما حدش بيقول عليه كده، ما حدش بيقول إن أنت أفضل لاعب. مفيش نادي مثلا أندية بتعبره ولا بيجروا إن هم يجيبوه ولا أي حاجة. شايف نفسه لازم يبقى الدليل. أنا أدور لنفسي على دليل على اللي أنا بقوله، هدور على نفسي قبل ما حد يقوله لي. عارفة ليه بقى حضرتك؟
عشان لو ما لقيتش الدليل اشتغل على نفسي وابقى كده. ولو ما لقيتش الدليل يبقى انا مغروره، يبقى انا مغرور وابعد عن الغرور. يعني هو ما ده سؤالي كان امتى تتقلب الثقه بالنفس الى غرور؟ عندما اشعر ان انا يعني اعلى من الاخرين دون دليل او برهان، فانا هنا ابتديت ان انا مغرور، شايف نفسي افضل من كل. طب مين حد بيقول كده؟ حد بيكتب عني كده؟ حد بيقول حضرتك الاستاذ جيهان افضل مذيع؟ عشان الناس بتكتب عنها، عشان الناس بتقول، عشان الناس كاتبه لها الكلام ده كله. بس انا بلعب كوره احسن محمد صلاح. طب فين بقى دليلك؟ لا انا دليلي مع نفسي انا بس انا عارفه ان انا بلعب كوره احسن محمد صلاح. لا دي ما تنفعش، كلمه دي كده بس كده بتهبطوني. ما تنفعش، لازم نشوفها على الواقع، نشوف حضرتك احسن محمد صلاح ولا لا. انما هيجي اليوم هيجي ان شاء الله بالبرهان. عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا دايما بنقول لحد لما يبقى عندك هدف حط هدف واقعي. ما تقوليش هبقى مثلا دلوقتي انا كده واقول انا هبقى مثلا طبيب بشري وهبقى طيار، ما انت خلاص فات العمر اللي انا كان ممكن ابقى فيه هذا الامر. لا ثانيه واحده، ده موضوع تاني، الموضوع كبر مننا قوي كده. حضرتك بتقولي انا ممكن اثبت ان احمد، طيب ما انا السن ليه دور، البدايات ليها دور، الموهبه انا كنت فين من زمان. ده الواحد النهارده اللي بيخش تدريب او رياضه وهو عنده 10 11 سنه يقول انت اتاخرت، انت كنت فين من ده. يجي يدخل ابنه يقول انت اتاخرت. لا ده الموضوع صعب ان احنا ندخلك فريق. فبالتالي لما انا اجي عندي حاجه و40 سنه ولا مثلا حاجه و30 سنه اقول انا هبتدي العب كوره، لا ما هو ده هدف غير واقعي، هدف مش هيتحقق. فبالتالي ده بيحبطك انت اصلا وبيضيع الثقه اللي كانت عندي دي. ثانيه واحده بقى، احنا هنرجع من الاول بقى خالص. حضرتك جبت محمد صلاح. هنرجع من الاول خالص. امال ليه دايما نقعد مع الناس يقول لك اتس نيفر تو ليت، ما اعرفش بتتقال ازاي بالعربي. كل يوم هو يوم جديد، وممكن تبدا اي حلم جديد في اي لحظه من الاوقات وفي اي عمر. يعني ما ينفعش ابقى كابتن طيار دلوقتي. لا طب انا عايزه ابقى كابتن طيار. لا لو دي بتدرس اللي مثلا في حاجه ممكن ادرس فيها في سني ده او في وقتي ده ينفع ان انا ادرسها ممكن. انما في امور ما ينفعش، زي ما قلنا مهارات كره القدم، اللياقه البدنيه بتاعتي هجيبها منين في سن الاربعينات؟ يعني الناس بتعتذر وهي عندها 32 و33 سنه، اللي بيقعد لحد 37 و38 بيقول لك ده طول في الملاعب. انا هاجي عندي 45 سنه مثلا اقول انا عايز العب كره، انا احسن محمد صلاح والعب كره قدم؟ لا مش كل حاجه بنقدر نحققها اكيد. يعني في كليات مثلا او دراسات معينه، ضابط شرطه لازم اخش من الاول ابقى ضابط شرطه، مش ان انا هاجي وانا عندي 40 سنه اخش الكليه وابقى اطلع ضابط، مش هينفع. انا ففي احلام يا جماعه، احلام غير حقيقيه. واحد عايز بيحلم بواحده اتجوزت، واحده خلاص سافرت ما بقتش مهاجره. يعني عشان اقول ان الحلم ده يبقى واقعي عايز يعني جهد كتير قوي. يمكن في يوم من الايام يحصل كده سعيده مع زوجها بتاع، انا لسه بحلم ان انا اتجوزها. عشان كده بيعيش في الوهم كتير جدا. فالناس اللي بتحلم ببعض الامور اللي هي غير واقعيه بنقول لهم لا، ده حاجات ايه الواقع بتاعك او ايه الدليل بتاعك على ان ده تقدر تحققه. لو تقدر اوكي، لو ما تقدرش يبقى ده حلم وهمي ولن يتحقق في يوم من الايام. عشان كده ما فيش حاجه اسمها اقدر اعمل كل حاجه في اي وقت، لا في بعض الامور فات الوقت، فات الزمان ان انا اعمل هذا الامر. منطقي جدا، لان كل اللي كنا بنسمعه كان ده بيخلينا نعيش في احلام فعلا يعني عظيمه وكبيره كده وكتيره. طيب سؤالنا اللي هنجاوب عليه بعد الفاصل، هل بنشوف كتير انه او نسمع ونتعامل مع ناس يقولك مظهري الخارجي بيزود لي ثقتي في نفسي، او العربيه اللي انا راكبها، مش عارفه البيت اللي انا الماركت ايه ولبس ايه والحاجات اللطيفه اللي طالعه لنا على السوشيال ميديا في المقدر جديد طالعه لنا في المقدر جديد دي. فهل المظهر الخارجي وان انا ابقى مهتمه قوي بكل التفاصيل والحاجات الغاليه والحاجات المنسقه تو ماتش ومنسقه دي، هل دي بتضيف لثقتي النفسي وتخلي تدي انطباع للاخر ان انا شخص واثق في نفسه ولا لا؟ ولسه بنستقبل اسئلتكم على الواتساب، ولسه بنسالكم انتوا واثقين في نفسكم ولا لا؟ تفتكروا ايه بعد الحوار ده، او انتوا فاكرين عن نفسكم ايه؟ شاركوا وابعتوا لنا على 015 5955 1006. حياتك صح مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الأستاذ الدكتور أحمد علام، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية. موضوعنا هو الثقة في النفس. هل عندك ثقة في نفسك ولا لا؟ ده سؤالنا. شاركوا وابعتوا دلوقتي سريعا، باقي معانا دقايق قليلة جدا جدا على الواتساب على 015 5955 1006. ممكن يكون سماتي الشخصية، أنا زايد في الوزن شوية، تخين، عندي مش عارفة شكل رأي، ما عنديش قدر كافي من الجمال، عندي أي حاجة معينة
في سماتي الشخصيه كده، انا اتولدت كده، ده بيفقدني ثقتي في نفسي في وسط الاخرين. طبعا التنمر اللي عليا او السخريه من خلال من اشياء معينه لو اتعمل معايا هذا الامر، بالاضافه لكلامي النفسي الذاتي، ما انا لما اقول لنفسي انا فاشل، انا وحش، انا شكلي فالكلمات دي مع دي بتفقدني ثقتي. ما انا بقول لنفسي لان اللي حواليا بيقولوا لي كده. ما هو بيجيبوا من طب حواليا. انا اعمل ايه في كل اللي بيتنمروا عليا حواليا؟ انت وحش، انت تخين، انت فاشل، انت اي حاجه. اعمل ايه؟ طبعا كل حاجه على حسب بقى انا مين اللي بيتنمر عليا وفين. في واحد هرد عليه، في واحد هشتكي المدرس او على حسب انا فين. قصدي اعمل ايه مع نفسي انا، يعني ما هو انا بتاثر نفسيا لما حد بيعلق عليا تعليق سلبي كده، فانا اعالج نفسي ازاي او اداوي نفسي ازاي؟ بالكلمات التشجيعيه لنفسي اللي انا بقولها لنفسي. مش كل حد هقول له روح لمتخصص، تمام؟ بالكلمات التشجيعيه اللي انا ممكن اقولها لنفسي، ان ده عادي، ان انا اصلا بحب كده، ان انا شكلي كويس، ان في ناس كتيره عملوا الحاجه دي، انا في يوم من الايام لو انا بقى مش حابب شكلي هبقى اعمل عمليه، هبقى اخس، هبقى اعمل. في بعض على فكره الكلمات ممكن تدفعنا ان احنا نعمل الحاجات الاحسن، مش دايما كلها كلمات ممكن نقول تنمر على قبيل السوء. ممكن حد فعلا مليان قوي، ما بيعملش رجيم، ما بيعملش دايت، بياكل اي حاجه في اي وقت، فلما يتقال له الكلام ده ياكل اكل صحي، خلي باله، يفوق بقى لنفسه، يفوق لنفسه. هل الرجل ما بيحبش الست الواثقه في نفسها؟ بعض الرجال ما بيحبش الست الواثقه في نفسها او اللي شايفه نفسها، او الثالثه اللي هي تكون ذات مكانه او ذات سلطه. الرجال الشرقيين اكتر، يعني لما بنقيسها الرجال الشرقيين اكتر عايز مراته، يعني اللي هو نشأنا عليه طول عمرنا، الست اللي قاعده في البيت، الست اللي مش ناجحه، الست اللي هي طب ست ليه كده. يعني يكسر مقادفها ويكسر ثقتها في نفسها؟ طب نعمل ايه في الموضوع ده؟ بنقول له من الاول انت عايز ترتبط بواحده، ارتبط بقى بواحده اللي هي سماتها الشخصيه كده، ما تروحش تتجوز الواحده اللي عندها طموح واللي ثقتها في نفسها كبيره وشايفه نفسها ونفسها تحقق حاجات، واجي اقول لها لا انا ما بحبش الست اللي كذا. ما بتحبش الست اللي كذا، خد الست اللي ما عندهاش طموح، مش تدخل واحده زي ما احنا قلنا وتكسر مقادفها وتضايقها في حياتها وتلويها. الست دايما بتدور على الراجل اللي واثق في نفسه. دايما المراه تبحث عن الرجل ده، ما تحبش الراجل عشان اسمه راجل. احنا عندنا في المجتمعات بتاعتنا اسمه راجل، الراجل ده ايه اللي هو يعني ياخد حقه، اللي هو هيبقوا هما الاثنين واثقين في نفسهم في نفس البيت ازاي؟ يعني ما هو شايف نفسه اهم واحد واحسن واحد، وهي شايفه نفسها اهم واحد. ما فيهاش حاجه اللي هما الاثنين لو هما مع بعض يقدروا، لو هما الاثنين عندهم ثقه في نفسهم وعايشين مع بعض في بيت، طالما ان ده هو مش مأثر فيه شخصيا، يعني مش مضايقه كرجل، طبعا بالعكس دي حاجه كويسه جدا انه يبقى متجوز واحده واثقه في نفسها وهو كمان واثق في نفسه. ده يضفي على البيت وعلى الاولاد تربيه كمان صحيحه وتربيه صحيه. ازاي احس ان انا قاعده في وسط الناس مستواهم المادي والاجتماعي او المادي دلوقتي بقى الطاغيه على حاجات كتير من كتر الصور اللي بنشوفها على السوشيال ميديا، راكبه طياره خاصه، راجعه بطياره خاصه، راكبه مش عارفه المظات ايه، لابسه ايه، الحاجات دي بقى كلها عربيات ايه والكلام ده. ازاي ابقى قاعده في وسط الناس دي بالصدفه، او جيراني، او في نادي، او في مدرسه، او اهالي صاحبات عيالي يعني، وابقى انا مش في مستواهم المادي. فبالتالي اعمل ايه؟ يا اما ثقتي في نفسي بتقل، يا اما بضطر ان انا افضل بقى اشتري في حاجات في المظهر تحسن من مظهري او تدي ايحاء للي حواليا دول ان انا غنيه زيهم. لو انا مضطر ان انا اقعد معاهم لفترات طويله، عشان مش كل حد، لو هو مش مضطر خلاص ما يقعدش. لو انا مضطر ان انا اقعد معاهم لفترات طويله، لازم ابني بثقتي في نفسي على حاجات مش فيهم، على حاجات مش موجوده عندهم هم. ما هو ده انا عايز ادي لنفسي الثقه، صح؟ طيب انا في الغنى مش هقدر، ما هم بالنسبه لي اغنى مني، طب بس انا شايف نفسي شكلي افضل، شايف ان انا علمي اكتر، معايا شهاده افضل من فلان وفلان وفلان، الحمد لله ولادي متربيين احسن مني، فانا ادي لنفسي الثقه من خلال هذا الامر. هلاقي نفسي متوازي معاهم في الكلام بدل ما انا احبط نفسي. وعلى فكره يعني انا نفسي اقول لحضرتك، انا حاجه ابني قالها لي، بقول له انا عايزك تذاكر وتعمل، قال لي بص يا بابا انا مش متفوق، في ولاد احسن مني متفوقين، بس انا بلعب كرة يد احسن منهم، هم ما يعرفوش يلعبوا اللي انا بلعبه، انما اقدر ابقى ناجح وان شاء الله هنجح، بس انا مش هقدر ابقى متفوق زيهم، بس هاتهم هم في نفس الملعب معايا وانا اهزمهم وانا اكون احسن منهم. فبالتالي هو باني ثقته في نفسه في الحته دي، انا مش قوي في المذاكره بس قوي في امر اخر، فدي حاجه برضو كويسه، ببني ثقتي في نفسي من امور معينه مش عند الاخر. طب هل مظهري بيعزز من ثقتي في نفسي واروح اعمل بقى في عمليات التجميل والحاجات دي كلها، هل ده بيأثر او بيعزز من ثقتي في نفسي؟ لا، بيعزز من ثقتي في نفسي امام الاخرين، بس ممكن من جوايا يكون بيخبي ضعف ثقتي في نفسي. طب يعني ده حاجه حلوه يعني انه اخبي ضعف لما انا اوكي. طب حلو لو انا عارفه ان انا ضعيفه
وما عنديش ثقه في نفسي، اعالج نفسي ازاي؟ اخبيها بالحاجات دي ولا اعالجها ممكن اخبيها بالحاجات دي. لا، معالج نفسي لو انا هروح لحد مختص عليه يشوف ايه السبب، ما انا عندي سبب خلاني كده، حاجه في التربيه زي ما احنا قلنا او حاجه في التجارب. المتخصص بيعمل ايه؟ بيصحح لي هذا الامر، بيشيل من جوايا الحاجات السلبيه اللي عملت لي كده وبيحط مكانها، بيغرس مكانها حاجات ايجابيه بطريقه متخصصه. فبالتالي لو انا رحت المتخصص عمل لي كده، طب انا ما رحتش للمتخصص عشان مش كل الناس بتروح، ممكن انا اضفي شيء معين امام الاخرين يخليني باين كده ان انا عندي ثقه في نفسي. كان في الفيلم بتاع عادل امام كان فيه واحد اسمه عصران الضبع، كان طالع فيه بصلاح قبيل ان هو بلطجي ومش عارف ايه، وده الناس طلع في الاخر زقه كده بصباعه زي ما بنشوف النجوم ده، بنشوف نجوم السينما يا جماعه، وكنا لسه بنتكلم عن الموضوع ده. والفنانين دلوقتي على السوشيال ميديا بيقفوا بطريقه معينه، بيتصوروا بطريقه معينه، بيلبسوا بطريقه معينه، نظره العين، حركه الايد، ده ايه؟ دي البوزات دي بتعمل ايه؟ بتديني ايحاء ليها هي ولا ليا انا للمشاهد؟ للمشاهد بتدي ايحاء للمشاهد ان الشخصيه دي انا عايزه اطلعها في الصوره دي، شكلها واثق في نفسها، شكلها تقدر تشتري هذا الامر، شكلها حتى ممكن يكون ازيد في الجمال شويه من حركه الايد ونظره العين وبتاع، تدي جاذبيه معينه. فالناس متخصصين ان هم بيعرفوا يعملوا هذا الامر. يعني التصوير والتغليف في الموضوع طبعًا. والزوايا واللبس والبتاع يطلعني في الاخر ان انا نجمه واثقه في نفسي في الصوره. ممكن بقى في الحقيقه حضرتك تقابلي النجمه دي تلاقيها مش واثقه في نفسها، ده اللي بيحصل بقى في الحقيقه. ده بقى يا جماعه من الحقيقه اللي بقول لكم عليه بالاخر. ممكن نقابلها اللي هي مش واثقه، بنلاقي حاجات غريبه لما بنقابلها على الحقيقه. طبعا ممكن يكون مش واثقه في نفسها، ممكن يكون عاديه خالص، ممكن يكون بنقول ولا مش واثقه ولا واثقه، واحده عاديه خالص. بس انا لما كنت بشوف الصور بتاعتها كنت بفتكرها مغروره، كنت بفتكرها شخصيه كنت قويه ما حصلتش هتكسر الدنيا صح. بتدي هذا من خلال ايه؟ من خلال زوايا التصوير، الوقفه، حركه الكتف، حركه العينين، حركه الحواجب، كل ده بيعمل لي حركه ايديها في وسطها، ايدي حاطط رجل على رجل، حاجات كويسه بتدي والسيجار بقى والسيجار كل ده كل ده بيضفي، والعربيه اللي راكنه جنبي والطياره اللي واقفه ورايا والحاجات دي كلها كل الحاجات دي بتقول في الاخر ان الشخصيه دي انا عايز اوصل للناس ان هي كذا. في الاخر بقى هل هو كذا او مش كذا، ده على الحقيقه ده نشوفها زي ما نشوف برضه ما بيطلع ان هو بطل وبيضرب مثلا 15 واحد ومش عارف ايه، بس بيجي على الحقيقه يحصل خلاف ولا بتاع، واحد يزق ما يقدرش، يعني ما هو بطل مرسوم له شخصيه يلعب فيها، ولكن في الحقيقه هو مش كده. حضرتك في بدايه الحلقه قلت ان الثقه في النفس دي مش حاجه يعني مش حاجه في الوراثات وفي الجينات، تكتسب يعني مش حاجه بنكتسبها. ازاي؟ ادينا نصايح دلوقتي ملخصه كده مكثفه ازاي نكتسب ثقه في نفسنا. الكلمات الايجابيه اللي احنا بنقولها لنفسنا، يعني اقعد اقول لنفسي انا حلوه، انا اموره، انا حلوه، انا اموره، اقدر اقول لنفسي ما معناه مش لازم اقول انا شكلي كويس، انا مظهري، انا عارف ان انا قدام الناس بتعجب بشكلي، انا عارف ان انا عندي كاريزما، ممكن اقول الكلام ده. نمره 2 التدريب على الامر اللي انا خايف منه، كثره التدريب عشان اعمل التجربه. انا خايفه من مركب في البحر، انزل اركب مركب في البحر؟ لا، اركب الاول مركب حاجه بسيطه، ما تروحش اخر الدنيا، ما اروحش اروح بقى بيها اسافر، حاجات بسيطه مره في مره، ما هو ده اسمه التدريب. دربت نفسي على حاجه بسيطه الاول، ادخل البحر حاجه قليله، بعد كده اركب المركب ما نخشش قوي لجوه، ممكن حاجه مع الاطفال مع الاولاد، واحده واحده لحد ما الاقي نفسي ان انا عندي هذه الجرأه. فبالتالي ادرب نفسي بالتدريج عشان اوصل لان انا في الاخر واثق في نفسي في هذا الامر، مع الكلمات الايجابيه، مع ان انا كمان اقرا عن المجال اللي انا مع حضرتك عايزه تدخلي في مركب، اقري برضو عن المراكب وازاي بتوصل، وهل في حوادث بتحصل كتير، طب لما يحصل حاجه نعمل ايه، فابقى عرفت ان هعمل ايه لما يحصل مشكله، فاعرف اعالجها. اولا كلامي في نفسي، ثانيا تجربه الشيء بالتدريج. نمره 3 القراءه والثقافه عن الشيء معين اللي انا مقبل عليه، كل ما يحيط بيه، فبالتالي اقدر ان انا ابقى واثق في هذا الامر. انا هفترض ان انا داخل دلوقتي بتكلم عن الثقه بالنفس وانا ما اعرفش يعني ايه الثقه بالنفس ولا اي حاجه عن المعلومات دي، تمام، هبقى متردد ومرتبك. اما في الاخر قريت عنها وثقفت نفسي فده هيساعدني في ان انا وانا داخل الحلقه اقدر ان انا اشتغل عليه. في سن المراهقة بتكون فترة هي ان انا بحاول اعرف نفسي لنفسي واعرف نفسي للاخرين، فبقى مذبذب ومشتت شوية. فالبنات والولاد انهي فيهم اللي بيبقى في المرحلة دي اقل ثقة في النفس؟ اكتر، مش هقدر اقول الاكتر، ولكن هقول اللي بيتعرض لتنمر، بيتعرض لكلام من الاهل بيقلل له هذه الثقة، سواء كان ولد او بنت، بيتعرض من الناس اللي حواليه لكلمات سلبية، هو اللي بيبقى اقل ثقة في النفس. ما عنديش انا احصائية اقدر امسكها ان في حاجة اسمها الولاد اكتر ولا البنات اكتر. لا ما عنديش. ممكن بتلاقي ولاد واثقه او شايف نفسه وبتاع، او البنات هي اللي عامله كده، ما عندناش الحاجه، ولكن هو بقى تعرضه وخبراته وتجاربه. اديله على دماغه، ده واثق في نفسه. الانسان اللي بيحصل له ايه الواثق في نفسه اللي بياخد على دماغه بقى؟
لا بيحصل له صدمه كبيره اكبر من الحد العادي، لان هو بيكون معتقد ان انا ما فيش زيي في الحاجه الفلانيه، بتبقى صدمته كسره في حاجه. وحد كسره في حاجه، زي اللي بيتصدم في واحده بيحبها جدا او بتحبه، معتقد ده مش ممكن يخدعه، ولاقي مثلا خانته او سابته او راح او سابها او الكلام ده كله، فطبعا بتتكسر كسره كبيره جدا لحد ما تعرف تقوم منها. وساعات بتفقد الثقه في كل حالات مش هحب حد خالص، مش هتجوز تاني، بعرف اقوم يعني تاني اكتسب ثقتي في نفسي من جديد. سماتي الشخصيه اللي هتشتغل اللي انا هعملها، والكلمات السلبيه الايجابيه والسلبيه اللي انا هقولها لنفسي هي اللي هتقومني تاني. بتبقى اسهل ولا اصعب من البيت يعني الشخص المكسور من اللي مش مكسور؟ اصعب طبعا. ان انا ابتدي على ورقه بيضاء ولا ورقه كتب فيها واشخبط وابدا من جديد، بتبقى اصعب. لا بتبقى اصعب طبعا. انا مش عارفه اخلص الحلقه دي وانا انا عايزها تستمر يعني اكتر والله. مش عارفه اخلص الموضوع ده بجد، مش عارفه اخلصه، يعني هنعمل ايه بقى؟ لا والله بص، انا استاذه جيهان انا كنت داخل مش عارف ايه الاسئله اللي حضرتك بتساليها، وحضرتك قلت لي انا هاخد من الكلام اللي احنا بنقوله، اللي بصراحه الاسئله جميله جدا، وانا نفسي مستمتع ان انا بكل سؤال حضرتك بتساليه. فيعني لو فضلنا كده للصبح هيبقى في اسئله تانية اكيد اقوى. اتمنى البرنامج ده يكمل معايا 3 ايام تانيين، بس يعني بجد وقتنا خلص، وحقيقي ما خلصتش الاسئله، وحقيقي مش عارفه انهي ان شاء الله كلنا يعني الشيق قد ايه وقد ايه معلوماتي ومفيد. بشكر حضرتك بشده. شكرا يا فندم، وان شاء الله كلنا يعني لقاءات اخرى ان شاء الله. الاستاذ دكتور احمد علام، استشاري